بيبدأ فيلمنا جوه الحي 13 بعد مرور 3 سنين من الجزء الأول، والحكومة لحد وقتنا هذا لسه مش قادرة تسيطر عليه. وبنعرف إن بعد موت طه زعيم المافيا الفرنسية الدنيا اتغيرت تماما، وظهر 5 من أخطر زعماء العصابات، وكلهم يا صديقي بيتنافسوا للسيطرة على المنطقة. وبنشوف بعدها ليتو ملك فن الباركور وهو بيفجر في الجدار العازل الفاصل بين الحي 13 وباقي المناطق المجاورة، والشرطة وقتها بتطارده لأنه أصلا مسجل خطر من سنين كتير. بس طبعا ليتو بيستخدم مهاراته المرعبة في الباركور عشان يهرب منهم، وبيستعين كمان بالشباب الصغيره اللي بنشوفهم وهما بيضربوا الشرطه بالحجاره عشان يبعدوا عن المكان. لكن بعدها واحد من العصابات المسيطره على المنطقه بيوقف ليتو وبيتغابى عليه لانه جايب الشرطه وراه، وساعتها ليتو بيستفزه اكتر وخلاه يخرج سلاحه وكان خلاص هيقتله، لكن الزعيم بتاعه بيوقفه في اخر لحظه وبياخد ليتو عشان يتفاهم معاه، وبيقول له الزعيم ان هدم الجدار العازل اللي بيحميهم هيسبب لهم مشاكل كتير، ده غير ان الحكومه هتنط لهم كل شويه بسبب تجارتهم في الممنوعات والاسلحه. لكن ليتو بيفهمه انه مش هيسكت غير لما يخلي الحكومه تنفذ وعودها ليهم في تطوير الحي. بس الزعيم وقتها بيعمل معاه صفقه حلوه، وهو انه يبطل الهبل اللي بيعمله ده، وهو هيتواصل مع السلطات وينفذ اللي هو عاوزه. وفي الوقت ده بنشوف نقله بطيخ جواها مخدرات طالعه من الحي، وطبعا العصابات بيمشوا كلمتهم على الحكومه وبيخرجوها بسهوله، والعربيه دي بتوصل لواحد من زعماء العصابات الكبيره، وبنشوف العمال وهما بيخرجوا الممنوعات من جوه البطيخ وبيدخلوها المعامل عشان تتفرز كويس. والمساعد بتاع الزعيم فالكو بيروح يعرفه ان الشحنه وصلت، فبيأمره الزعيم انه يكلم العملاء ويخرج كل البنات اللي في الغرفه ما عدا المزه دي. فبيروح المساعد يعرف اول عميل انه هيقابل الزعيم كمان شويه، وبنرجع للمزه دي اللي بنتفاجئ انها خرجت مسدس وهددت بيه الزعيم فالكو. وبنعرف ساعتها انه الضابط الاقرع ديميان اللي كان متنكر عشان يقبض على اكبر تجار مخدرات في المنطقه كلها. وبعد ما بيكتف الزعيم فالكو في الكرسي بيتواصل مع قوات الدعم وبيأمرهم يبداوا تنفيذ الخطه، وفعلا بينزلوا كانهم جايين يفحصوا المكان عشان المساعد يدخل يعرف الزعيم فالكو. وساعتها ديميان بيخدره وبيرميه على الكنبه، وبعدها بيخرج ديميان وهو متنكر في هيئه المزه دي، وبيطلب من اول عميل انه يدخل للزعيم عشان يتم الصفقه معاه. لكن اول ما بيدخله الغرفه بيخدره هو كمان وبيرميه جنب المساعد، وبيفضل ديميان يصطاد فيهم واحد ورا التاني لحد ما بينيمهم كلهم. بس اخر عميل بيتعصب جدا لان الزعيم سايبه بره طول المده دي وقرر انه يقتحم الغرفه عليهم، لكن ديميان بيطلع له في اخر لحظه وبياخده يعمل معاه الجلاشه وبيرميه جنب اخواته. وبعدها بيتواصل مع الدعم عشان يقتحموا المكان، والدنيا وقتها بتتقلب جوه الحانه والزباين كلها بتهرب من المخرج السري. وديميان في الوقت ده بيفجر النفق السري بتاع الزعيم فالكو وبيبدا انه يسلم التجار للحكومه واحد ورا التاني. لكن وقتها الحراس بتوع العملاء بيحاولوا يقتحموا الغرفه اللي فيها ديميان عشان ينقذوهم، بس هو كان قافل الباب بقطعه خشب كبيره. وقوات الدعم كل ده بتحاول انها تقتحم الحانه، لكن بيقابلوا فخاخ كتيره جدا وكالعاده يعني ما بيعرفوش يتصرفوا. ورجاله العملاء اخر ما بيزهقوا بيضربوا النار على الباب وبيدخلوا يشتبكوا مع ديميان اللي بيكون مهاري جدا وبيخلص عليهم واحد ورا التاني، وبيكون مركز قوي في ضرباته لان اللوحه اللي معاه دي تمنها اكتر من 2 مليون دولار، يعني لو حصل لها اي حاجه مش هيمثل افلام تاني. لكنه بيبهرنا بمهاراته العنيفه جدا وبيشتبك معاهم كلهم في وقت واحد وبيقدر انه يخلص عليهم. ولما بيطلع ياخد اللوحه بيلاقي ناس تانيه بتهجم عليه، فبيدخل معاهم في معركه دمويه وبيقدر انه يقتلهم من غير ما يخربش اللوحه. لكن قبل ما يهرب بتظهر عصابه مسلحه في الحانه وبيضربوا عليه النار كلهم عشان ينتقموا منه، بس ديميان بيقدر انه يستخبى وبيلاقي جنبه فتحه صغيره فبيتسلل منها عشان يهرب منهم. وبيتفاجئ هناك بعمال تصنيع المخدرات اللي اول ما بيشوفوه بيفعلوا قنبله ضخمه عشان يدمروا المكان باللي فيه، فبيتصدم ديميان وبيشتبك معاهم بكل قوته، وكمان بيقدر يتواصل مع الدعم وبيعرفهم موضوع القنبله. وبعد معركه مدمره مع العمال ديميان بيلاقي الدعم جايب له غطا ضخم جدا، فبيشيله بالعافيه وبيحطه على القنبله قبل ما تنفجر وتدمر المكان. وفعلا الخطه بتنجح والحكومه كمان بتقدر انها تفتح الباب اخيرا، بس وقتها بيلاقوا ديميان قدامهم انجز المهمه لوحده كالعاده، وبيروح بعدها يسلم اللوحه لمديره وبيعرفه انه هياخد اجازه يومين وبيسيبه وبيرجع لبيته. وفي ناحيه تانيه بنقابل جاسمان اللي بيكون واحد من كبار المسؤولين الفرنسيين، وهو مجتمع برجال الاعمال اللي ماسكين الاحياء المجاوره، وبيقول لهم جاسمان ان هم لازم يهدموا الحي 13 كله عشان يقدروا يبنوا عمارات تجاريه جديده يقدروا يستثمروا فيها، بس عشان ده يحصل لازم يعملوا حاجه كبيره تخلي الرئيس الفرنسي ياخد قرار حاسم ويفجر الحي. المهم ان بعدها جاسمان بياخد مبلغ كبير منهم وبيوعدهم ان في خلال يومين بس المنطقه كلها هتتنسف باللي فيها. وفي ناحيه تانيه بنشوف بنتين في عربيه مشغلين اغاني وقاعدين مستنيين صحابهم، لكن وقتها بتجيلهم عربيه شرطه وبينزل منها ضابط يتكلم معاهم وبيسالهم بيعملوا ايه هنا في الوقت ده، فبتقول له واحده منهم ان هم مستنيين صحابهم، وبعدها بيتخانقوا معاه لانه عاوز ياخد العربيه منهم لانها مش باسمهم. وفي الوقت ده بنشوف عربيه تانيه بينزل منها شخص ملثم وفجاه بيطلع قناصه وبيضرب النار على كاميرات المراقبه اللي موجوده في الشارع، وبعدها
بتروح العربية دي عند البنتين وبينزل منها رولاند مساعد جسمان وبيتكلم مع الشرطي وبيعرفوا ان اللي بيعمله ده زيادة عن اللزوم، وكمان بيأمر البنتين انهم يغادروا المكان فورا. لكن في الوقت ده بنلاحظ ان في مجموعة شباب في عربية قريبة منهم بيصوروا كل اللي بيحصل، ورولاند وقتها بيطلب من الضابط انه يركب عربيته هو كمان ويمشي، بس المفاجأة انه بيطلع مسدسه وبيقتلهم كلهم جوه العربية. والشباب في الوقت ده بيتصدموا جدا من اللي حصل، لكنهم بيكملوا تصوير. وبنشوف بعدها رجالة رولاند وهم بيسحبوا العربية جوه شاحنة ضخمة وبياخدوها وبيمشوا. وبعد شوية بنشوفهم وهم داخلين الحي 13 وبينزلوا عربية الشرطة اللي خدوها قدام عصابة من العصابات الكبيرة في الحي وبعدها بيمشوا. واول ما العصابة بتشوف عربية الشرطة قدامهم بيتعصبوا جدا لان بينهم عداوة كبيرة وبياخدوا اسلحتهم وبيقربوا منهم. وساعتها رولاند بيضرب طلقة في الجو، وطبعا العصابة وقتها بتتجنن وبتضرب النار على العربية لحد ما بيدمروها باللي فيها. ورولاند بيكون مصور كل اللي بيحصل، وليتو كمان بيسمع صوت ضرب النار وبيشوف في المنظار بتاعه عربية خاصة بفرقة دايس وهي بتمشي من المكان. وتاني يوم بيصحى ديميان بدري عشان يروح شغله كالعادة، لكنه بيتفاجئ بمجموعة كبيرة من الشرطة بيقتحموا بيته وكمان بيقبضوا عليه. فبيستغرب جدا وبيقول لهم ان اكيد في سوء تفاهم، بس القائد بتاعهم وقتها بيفهموا ان جالهم اخبارية انه بيتاجر في المواد المخدرة، وفعلا بيطلعوا كيس مخدرات من بيته. فبيفهم ديميان وقتها ان حد هو اللي لبسه القضية دي وبياخدوه بعدها للسجن. وفي ناحية تانية الرئيس الفرنسي كان بيتفرج على الفيديو اللي رولاند صوره للعصابة وهي بتقتل رجالة الشرطة في الشارع بدون رحمة. وطبعا الرئيس بيتعصب جدا من المنظر وبيأمر قائد الجيش انه يبعت الضابط ديميان لانه حافظ المنطقة عشان يعرف السبب ورا اللي حصل ويقبض عليهم. لكن القائد وقتها بيعرفه ان ديميان اتقبض عليه بتهمة الاتجار بالممنوعات، وبيقترح انهم يكلفوا جسمان رئيس فرقة الدايس بالمهمة دي. وبعد نقاش كتير بينهم بيوافق الرئيس، وبيدخل وقتها جسمان يتكلم معاه وبيطمنه انه هيسيطر على الوضع وهيقبض عليهم كلهم. فبيقول له الرئيس ان اهم حاجة عنده هو ان الفيديو ده محدش يشوفه نهائيا لان بسببه ممكن تحصل حرب اهلية في المناطق كلها. فبياخد جسمان الهارد اللي عليه الفيديو وبيمشي، لكن المفاجأة انه بيؤمر رجالته انهم ينشروه في جميع وسائل التواصل داخل وخارج الحي. وفعلا الفيديو بينتشر بسرعة كبيرة جدا في الحي كله، والسكان بتحس بحالة من الرعب والخوف. وواحد من المساجين اول ما بيشوف الفيديو بيتصدم جدا وبيعرف الضابط ان العصابة عمرها ما تعمل كده. فبيضطر الضابط انه يخرجه من الزنزانة وبيطلب منه يرجع لعصابته من سكات، لكنه بيفقد اعصابه عليه وبيضربه بالنار وبيقتله قدام باقي عصابته. وفي الوقت ده كان جسمان في مكتبه، لكن بيجيله واحد من رجالته وهو متوتر وبياخده بسرعة يوريه فيديو للشباب اللي كانت في المنطقة ساعة ما قتلوا رجالة الشرطة. فبيتصدم جسمان لما بيعرف انهم صوروا اللي حصل، وبيأمر رجالته انهم يجيبوهم من تحت تقطيع الارض والا هيروحوا كلهم في داهية. وفي الوقت ده كان ليتو في السوق بيجيب اكل، لكنه بيشوف الفيديو بتاع العصابة وهي بتقتل افراد الشرطة. بس فجأة بيلاقي واحد من الشباب عنده بيديله كارت ميموري وهو خايف جدا وبيقول له ان الحقيقة موجودة على الميموري ده، وبيطلع يجري. وبنشوف وقتها رجالة جسمان في المكان بيجروا ورا الشاب ده، وللاسف بيقدروا يقبضوا عليه وبيكهربوه لحد ما بيفقدوا الوعي. وليتو بيكون شايف كل اللي حصل وبيعرف ان قوات الدايس اللي شافها يوم الحادث هي اللي قبضت على الشاب ده. وفي ناحية تانية الشرطة بتكون واخدة ديميان لزنزانته، لكنه بيطلب منهم تليفون عشان يعمل مكالمة ضروري. ولما بيرفضوا بيكسر عظمهم هما الاتنين وبياخدوا عافية منهم، وبيتصل بليتو لكنه للاسف بيكون غير متاح. فبيسيب له رسالة بيعرفه فيها كل اللي حصل وان الحكومة هي اللي لفقت له القضية، وبيقول له كمان على مكانه وبيطلب منه يجي يلحقه بسرعة. وفي الوقت ده بتيجي مكالمة لجسمان بيعرف منها ان ديميان قبل ما يدخل الزنزانة اتواصل مع واحد اسمه ليتو من الحي 13. فبيأمر رجالته انهم يروحوا يجيبوه من قفاه من غير ما يسيبوا اي ادلة وراهم. وبنشوف ليتو وهو راجع من السوق لبيته مع انه ما يعرفش ان الدنيا هتتقلب عليه، بس بيعمل احتياطاته الامنية قبل ما يدخل. واول حاجة بيعملها هو انه بيشغل الفيديو اللي عطاه له الشاب ده قبل ما يتقبض عليه، وبيتصدم جدا لما بيشوف الحكومة بتتقتل على ايد رجالة جسمان. وبيفهم ساعتها انهم عملوا كده عشان ينشروا الفوضى في الحي كله، وبالتالي العصابات هتعمل مشاكل اكتر والرئيس ياخد قرار بالازالة. وفي نفس اللحظة بنشوف رولاند ورجالته وصلوا لبيت ليتو وهددوا الحراس انهم ما يتدخلوش وبياخدوا الاسلحة منهم وكمان بيقتلوهم. وليتو في الوقت ده كان بيسمع الرسائل المسجلة وبيلاقي رسالة ديميان اللي بيكشف له فيها اللي حصل معاه وبيطلب منه المساعدة. وبعد ما ربط الاحداث ببعض اتاكد ان اللي وراته ديميان في القضية دي هم نفس الناس اللي نفذوا جريمة قتل الشرطة، فبيقرر انه يروح يساعده. لكن وقتها بيلاقي الفخ اللي كان حاطه قدام الباب حد قرب منه، وفي ثواني رجالة رولاند بيفجروا شقته وبتبدا المعركة الشرسة جدا بينهم وبين ليتو. ومع ان ليتو بيستخدم مهاراته البهلوانية في الباركور، لكن رجالة رولاند بيكونوا كتير جدا وبيطلعوا له في كل مكان بيروحوا، وبتستمر المطاردة بينهم وليتو بيبدا يتخلص منهم واحد ورا التاني، وفي النهاية بيقدر يهرب للناحية التانية، لكنه بيتفاجئ بمجموعة كبيرة مستنياه هناك فبيحاول يجري منهم في السوق بتاع الحي. والرجالة بيروحوا وراه بالعربيات عشان يقبضوا عليه بأي طريقة، لكنه بيقدر يحشر عربياتهم وبيهرب منهم بعجوبة. وفي الوقت ده بيروح زعيم العصابة اللي الشرطة
شرطي قتل واحد من رجالته لمركز الشرطه، ومن غير ولا كلمه بيضرب طلقه ار بي جي بيفجر بيها المركز باللي فيه. وجسمان وقتها بتجيله مكالمه من رولاند اللي بيعرفه ان ليتو ده طلع مش سهل خالص، وبيقول له انه للاسف يعني عمل معاهم الجلاشه. فبيأمره جسمان انه يحاول يقبض عليه باي طريقه عشان يعرفوا ليه ديميان كلمه هو بالذات وطلب مساعدته. وبعدها بنشوف ليتو وهو رايح لمركز الشرطه وبيطلب من الضابط انه يسجنه لانه بيتاجر في المخدرات والسلاح بكل انواعه، ده غير انه مسجل خطر. بس الضابط وقتها بيرفض وبيقول له يمشي من هنا احسن له، ولما يرتكب جريمه تانية هم هيقبضوا عليه ويروقوه. فبيقول له ليتو بس كده انت تؤمر، وبيديله دماغ بتريحه على الارض وبيفضل يشتم فيهم لحد ما بيقبضوا عليه وبياخدوه بعدها عشان يحبسوه. بس ليتو بيقدر يغفلهم وبيدشمل وشهم وبيروح بسرعه يدور على الزنزانه اللي محبوس فيها ديميان. ولما بيوصل له بيستغرب ديميان انه قدر يجيله بدري، وليتو وقتها بيقول له يلا يا عم بقرعتك دي نخرج من هنا بدل ما يجوا يقبضوا علينا تاني. ولسه بيحطوا رجلهم بره الزنزانه بيلاقوا الحراس محاوطينهم من جميع النواحي، فبيشتبك معاهم ديميان وبيقدر انه يخلص عليهم كلهم في ثواني. وبيروحوا بعدها هما الاثنين يتسللوا من اسلاك الاسانسير عشان محدش ياخد باله منهم. وفي الوقت ده الرئيس الفرنسي بيلاقي الدنيا مقلوبه في الحي كله على التلفزيون ووسائل الاعلام بعد انتشار الفيديو، وكل اللي حواليه بيعرفوه ان المنطقه دي مش هتجيبها البر وعشان كده لازم ياخدوا قرار حاسم. والرئيس ما بيكونش عارف يتصرف ازاي، فبيقترح عليه جسمان انه يخلي المنطقه وبعدها يهد كل المباني اللي فيها لانها اصلا ملك لتجار المخدرات والاسلحه. وعشان يقنعه بيقول له انهم بعدها يستغلوا المساحه دي ويبنوا فيها ابراج استثماريه للفئه العاليه، وبكده يبقى ضربوا عصفورين بحجر واحد. فبيعترض الرئيس الفرنسي على كلامه لانهم كده بيدوروا على مصلحتهم ومش هممهم الناس اللي هتترمى في الشوارع من غير ملجأ يعيشوا فيه. لكن جسمان وقتها بيقول له انه عارف ان الحل ده مش هيبقى نزيه، بس مفيش غيره قدامهم دلوقتي هيخلصهم من المشاكل دي كلها. والرئيس الفرنسي بيكون مضغوط جدا في التفكير وبيطلب منهم يشوفوا حل تاني في خلال ال6 ساعات الجايين، ولو الموضوع اتطور هيفجروا المباني. وبنرجع لليتو وهو بيتكلم مع الضابط الاقرع ديميان وبيكشف له عن سبب تلفيق الحكومه للقضيه بتاعته، وبيقول له انهم عملوا كده عشان ينفذوا خطتهم في تدمير الحي كله ويستثمروا فيه براحتهم. وبيعرفوا ساعتها انه معاه الفيديو اللي اتقتل فيه رجاله الشرطه من قبل فرقه اسمها الدايس. فبيتصدم ديميان ان الامن القومي هو السبب في كل اللي حصل، ودلوقتي هما معاهم الفيديو بتاع الحادث لكن مفيش اي حاجه تثبت ان جسمان هو اللي عمل كده. وساعتها ديميان بيفكر في حل وما بيلاقيش قدامه غير انهم يقتحموا مكتب جسمان الشخصي لان اكيد هيلاقوا دليل على اجهزته. وبكل بجاحه بيتحركوا جوه مركز الشرطه لانهم نسيوا اهم حاجه وهي انهم يعملوا خطه. والحراس اول ما بيشوفوهم بيهجموا عليهم، بس الاتنين بيتحدوا سوا وبيدشملوا وشهم، لكن بعدها بيتحاصروا من جميع النواحي. وديميان وقتها بيقرر انه يواجههم لوحده عقبال ما ليتو يجيب الادله من مكتب جسمان. وبيبدا ديميان يكسر وشهم واحد ورا التاني وبيكون عنيف جدا في ضرباته ومفيش حد قادر يقف قصاده. وليتو بيقدر انه يوصل لمكتب جسمان وبيفضل يدور على الهارد ديسك لكنه بيلاقيه في غرفه تانيه جنبه. فبيدخل للموظفين يقول لهم والنبي السلك اللي انا شديته من شويه ده من جهاز مين يا اخوانا؟ فبيقول له عم الحاج ده من جهاز انا يا ابني. وليتو وقتها بيقول له شكرا يا حاج تعبناك معانا، وبياخد الهارد ديسك وبيمشي من غير حتى سلام عليكم. وبنرجع لديميان وهو نزل ضرب وتكسير في الحراس، واللي بياكل ضربه منه يا صديقي بينام على طول. لكن ساعتها بيظهر رولاند وهو موجه سلاحه ناحيته وبيأمره يسلم نفسه احسن له. فبيقول له ديميان انه اكتر واحد عارف انه بريء من التهمه دي، بس رولاند وقتها بيضحك وبيقول له ياما في السجون مظاليم وبيعمر سلاحه عشان يقتله. لكن فجاه ليتو بيظهر وبيسحبوا من وسطهم وبيطلعوا يجروا منهم وهم بيضربوا عليهم النار عشان يقتلوهم. فبيسرق ديميان عربيه قدامه وبيحاول يهرب بيها من رجاله رولاند، لكنه بيضطر يدخل بالعربيه جوه مركز الشرطه وبيفضل ماشي يدمر في اي حاجه قدامه، وفي النهايه بتيجي مع الهبل دبل وبيقدروا يهربوا. ولما بيوصل الخبر لجسمان ان ليتو وديميان سرقوا الهارد من مكتبه وهربوا، بيهزق رولاند وبيطلب منه يقتلهم في اسرع وقت ويرجع الهارد بتاعه. وطبعا بيروح يستعجل اخلاء السكان من المنطقه عشان يبداوا تفجيرها بالكامل. وبنشوف ليتو والاقرع ديميان وهم رايحين لعصابه خطيره في الحي عشان يقابلوا واحده من الهاكر التقال جدا اسمها تاو عشان تفتح لهم الهارد بتاع جسمان، لكنها بترفض في البدايه لانها مش بتعمل حاجه ببلاش. بس ديميان بيقدر يقنعها ان المعلومات اللي عليه هتنقذ سكان الحي 13 كله. ولما تاو بتفتح الهارد ديسك بيتفاجئوا ان السلطات حاطه اكسات على العمارات الكبيره عشان يفجروها ويبنوا مكانها ابراج استثماريه. وفي نفس الوقت ده بيجي لهم خبر ان في 3 طيارات فوق المنطقه بيزرعوا علامات بالليزر عشان يقدروا يوجهوا الصواريخ اللي هتدمر الحي. فبيفهم ديميان انهم هينفذوا الخطه تاني يوم وانهم لازم يتصرفوا بسرعه لان مفيش وقت قدامهم. وساعتها تاو بتقترح عليهم انهم يجمعوا كل العصابات اللي موجوده في الحي عشان يتفقوا مع بعض هيعملوا ايه، لان الكارثه دي هتاذيهم كلهم ولازم يتحدوا سوا. وبعد ما اتجمعوا كلهم بتعرفهم اللي حصل في الحي وان قوات الامن الداخلي عاوزين يدمروها عشان يبنوا ابراج استثماريه. فبتوافق العصابات كلها على الانضمام ليهم، وديميان وقتها بيعمل
خطة صايعة يقدر بيها يتسلل للمبنى الرئاسي عشان يلحق الكارثة دي قبل ما تحصل. وبعد كام ساعة بيبدأوا ينفذوا الخطة وبيراقبوا المبنى عشان يقتحموه في الوقت المناسب وينقذوا الحي. وفي الوقت ده قوات الدايس كانوا قاعدين بيجهزوا للرئيس الشنطة اللي فيها الصواريخ عشان يفجروا المنطقة، وليتو اللي معاه بيحاولوا بكل الطرق انهم يتسللوا للقصر عشان يوصلوا الحقيقة للرئيس الفرنسي اللي بيكون على وشك انه فعل الصواريخ، لكنه بيسحب المفتاح في اخر لحظة لانه مش مطمن. بس جسمان بيفضل يلعب في دماغه انه عارف الاشكال الضالة اللي عايشة جوه الحي وانهم ما بيحترموش ولا كبير ولا صغير في الحكومة. وفي الوقت ده تاو بتؤمر رجالتها يقتحموا القصر، وفعلا بيبداوا يتسللوا كلهم وبيخلصوا على اي حارس قدامهم، وبتحصل معركة عنيفة جدا والعصابات بتقدر انها تسيطر على القصر كله بقوتهم المرعبة. وجسمان كان لسه ماسك ودان الرئيس وعمال يوزه عشان يفعل الصواريخ وبيعرفه ان ده احسن قرار ياخده في الوقت الحالي. فبيتخانق الرئيس منه وبيؤمر قائد الجيش انه يتاكد الاول ان كل السكان خرجوا بامان من الحي عشان نفعل الصواريخ ونبدا تدمير المنطقه. وفي ناحيه تانية ليتو والاقرع ديميان بيكملوا معركتهم العنيفه مع قوات الجيش وبيخلصوا على اي حد في طريقهم. بس واحد من الجنود بيروح بسرعه يبلغ جسمان ان عصابات الحي كلها اقتحمت القصر وبيقتلوا في الحراس، فبيتعصب جدا وبيؤمر رولاند انه يتصرف معاهم عقبال ما هو يقنع الرئيس. وجا الوقت يا صديقي اللي نشوف فيه مهاره تاو وهي بتكسر وش الجنود واحد ورا التاني ومشغله اغاني ومستمتعه جدا وهي بتخلص عليهم بعنف وقسوه شديده. وديميان كان قرب يوصل لغرفه الرئيس لكنه بيلاقي رولاند في وشه، فبيقول لزمايله سيبوا لنا الطلعه دي واستريحوا انتوا شويه. والمفاجاه يا صديقي ان ضربه واحده بس من ديميان بتخليه يقطع الخلف نهائيا، لا وكمان بياكل دماغ بتريحه من الدنيا خالص. ووقتها قائد قوات الجيش بيروح للرئيس وبيعرفه ان السكان كلها خرجت من المباني الخمسه زي ما طلب منه. فبيستغرب الرئيس جدا لان ما عداش ساعه واحده على الموضوع، بس قائد القوات وقتها بياكد له الخبر وبيجهز له الشنطه عشان يفعل الصواريخ. لكن قبل ما ده يحصل بيقتحم ليتو واللي معاه المكان وبيثبتهم كلهم بالاسلحه. وديميان وقتها بيتكلم مع الرئيس الفرنسي وبيعرفه ان كل اللي حصل ده كان خيانه عظمى ليه، وبيخلي ليتو يعرض له الفيديو الحقيقي بتاع قتل الشرطه قبل ما يتلفى لعصابه الحي. فبيتصدم الرئيس الفرنسي اول ما بيشوفه، وديميان وقتها بيعرفه ان فرقه الدايس هي اللي مسؤوله عن كل اللي حصل بقياده الخنزير جسمان اللي فجاه بيطلع سلاحه وبيهدد الرئيس الفرنسي انه يفجر المنطقه طالما كده خربانه. وطبعا الرئيس الفرنسي بيضطر انه ينفذ الاوامر وكلهم واقفين مش عارفين هيتصرفوا ازاي. لكن وقتها ليتو بيشتته وبيروح يولع سيجاره قبل ما يموت، والاقرع بسرعه بيهجم على جسمان وبينقذ الرئيس منه. وكل فرد من العصابات بيسلم على جسمان بطريقته الخاصه وفي الاخر بيلفوا لفه جاتوه. والرئيس الفرنسي بعدها بيشكرهم كلهم وبيعرفهم انه مدين ليهم باي حاجه يطلبوها. فبيقول له ليتو انه مش عاوز حاجه غير انه يدمر الصواريخ كلها في الجو ويرجع الحي 13 احسن من الاول، وكمان يوفر لهم وظايف بدل ما هم بيتاجروا في المخدرات والسلاح، وسكن كويس يعيشوا فيه. فبيوافق الرئيس الفرنسي وفعلا بيبدا انه يضرب الصواريخ كلها في الجو، وبيأمر كمان ديميان انه يباشر الانشاءات بنفسه لحد ما تنتهي ويسلمها ليهم. ولحد هنا يا صديقي العزيز بيخلص فيلمنا. اتمنى لو عجبك الملخص تعمل لنا لايك وشير للفيديو وتقول لنا رايك في قصه الفيلم مع تعليقك الجميل. وطبعا لو اول مره تشوفنا اشترك وفعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد بنقدمه في اسد الملخصات. ده غير اني سايب لك 4 افلام اجمد من بعض، اختار اي واحد فيهم ويلا سلام.